ازيك عامل ايه؟ فاضي؟ تعالى. فيلم النهارده بيبدأ في حظيرة في النرويج، وبالليل هنا بيكون في راجل عجوز عايز يدمر الحظيرة كلها. لما بيجي يشغل العربية علشان يشد الحظيرة بالسلاسل، العربية مش بتشتغل، وبيكتشف هنا ان اسلاك المحرك مقطوعة، وبينزل علشان يرش المكان بالبنزين ويولع فيه. بتيجي هنا عربية اطفال، ولما بيجي يشيل الغطا بيلاقي فخ منصوب فيها، وفجأة بيظهر شيء غامض بيطارده، وهو هنا بيحاول يولع النار بالولاعة اللي معاه، وبيطلع بسرعة على الدور العلوي من الحظيرة، لكن برضه بيكون معمول له فخ تاني وبيخبط فيه وبيقع من شباك الحظيرة، والنار هنا خلاص بتكون مسكت فيه ومش عارف ازاي يطفيها. في المشهد اللي بعده بتكون في عيلة رايحة النرويج علشان تقضي أجازة رأس السنة هناك، عبارة عن أب وأم وأولادهم لوكاس ونورا. بيكون واضح إن الأب والأم متحمسين جدا للأجازة دي، والأولاد لأ. وهم في الطريق بيوصلوا على محمية طبيعية للغزلان، فبينزلوا علشان ياخدوا صور في المكان اللي هم فيه. وهم بياخدوا سيلفي هنا بيظهر غزال صغير، الأب على طول بيروح يقرب منه علشان ياخد كام صورة معاه. هنا بقى بتيجي مامة الغزال الصغير ده تهجم عليه لأنه معتبراه كده بيهدد ابنها، وهم على طول بعدها بيجروا على العربية. بيكون في شرطية هنا بتيجي علشان تطمن عليهم، بتعرف ان هم امريكان وجايين النرويج يقضوا اجازه راس السنه، وهي بعدها بتتمنى لهم اجازه سعيده في النرويج. وهم بيكملوا طريقهم في وسط الشارع اللي مليان تلج في كل مكان، وبعد شويه بيوصلوا على البيت، وبنعرف ان الاب ورثه عن جده. بعد ما يدخلوا البيت بيلاقوه نضيف مرتب جدا. بيقعدوا بعدها يكتشفوا كل حته في البيت، وشويه بينزلوا علشان يشوفوا الحظيره الموجوده جنب البيت. ابوهم بعدها هنا بيقول ان هو هيجددها وهيخلي كل اللي في الحي منبهر بجمالها. وبيخرجوا بعدها وهم بيتكلموا. لوكاس هنا بيفضل في الحظيرة بيتفرج عليها، بيشوف سرير للأطفال والفخ اللي موجود فيه، بيحس إن في حاجة غريبة في المكان، فبيخرج يجري على البيت على طول. أبوه هنا بقى بيحكي لأمه عن تاريخ العيلة بتاعته وإزاي هاجروا من أمريكا للنرويج. المهم لوكاس لما بيدخل عليهم بيقول لهم إن في حاجة غريبة في الحظيرة، بس أنا مش عارف إيه هي بالظبط. أمه بتطمنه وبتقول إن كل المباني قديمة، يعني مع الريح ممكن تعمل صوت. أبوه كمان بيطمنه بيقول له يا ابني مفيش داعي لأي قلق خالص. وبالليل بتقف العيلة في البلكونة، بيقول لهم شايفين منظر الشفق القطب العظيم؟ هو ما بيكونش فيه ولا شفق ولا حاجة عزيزي يعني، بس هي أجازة يعني، فاهم؟ هي أجازة. بعد شوية لوكاس وأخته نورا خلاص بيبقوا عايزين يناموا، وبالليل بقى لوكاس بيكون مهتم جدا باللي شافه امبارح في الحظيرة. اليوم اللي بعده العيلة بتقرر تطلع في جولة في المدينة. لوكاس هنا بيقف قدام قزم خشبي، وبعدها بيتجول أكتر وبيدخل في مدينة الأقزام. بيجي واحد هنا يقول له إن دي أقزام الحظيرة. طبعا لوكاس طبعا مش بيكون فاهمه أصلا لأنه مش بيبقى فاهم نرويجي، بس بيرجع يسأله يقول له يعني هم دول حقيقيين يعني موجودين فعلا؟ الراجل بيرد عليه بيقول له اكيد. باقي العيله هنا بيكونوا موجودين بياخدوا مشروب في كافيه، وبالصدفة بيتعرفوا على مصمم ديكورات. الأم هنا بتستغله بقى، فبتعرض عليه رسومات عايزة تنفذها في البيت الجديد والحظيرة، والراجل مش مهتم بيهم لأن كل دي أفكار أمريكية وهم في النرويج. نرجع للوكاس وبيسأل الراجل إيه اللي ممكن يزعج الأقزام دي، فبيقول إن الأقزام دول دقة قديمة، يعني مش بيحبوا أي تغيير يحصل في المزرعة ولا الحظيرة بتاعتهم نهائي، وكمان مش بيحبوا الأضواء يعني ولا الصوت العالي برضه. هنا بقى بتيجي مامته تنادي على ابنها لوكاس، وبتعتذر للشخص ده يعني لو كان الواد لوكاس ضايقه في حاجة، وبتاخد لوكاس بعدها وبتمشي. الراجل ده بقى شكله بيكون وراه سر او عارف حاجة عن مزرعة نوردهام اللي هم قاعدين فيها. في نفس الليلة دي بالليل يا عزيزي لوكاس مش بيجيله نوم، بيبقى سرحان في كلام الراجل عن الأقزام دي، فبيقرر هنا ينزل الحظيرة ومعاه كشاف صغير، وبتبدأ الأحداث المثيرة. هنا بيكون في حد مراقب لوكاس. بعدها لوكاس بيفتكر كلام الراجل إن هما مش بيحبوا الأضواء خالص، وأول ما يطفي الكشاف فجأة بيظهر له كاظم. لوكاس بيندهش جدا وبيطلع قطعة بسكوت يقدمها له، وهو بياخدها على طول ياكلها، فبيطلع لوكاس قطعة كمان، وبيوعده إن هو هيحافظ عليهم وهيخليهم في أمان. نروح لنورا هنا وهي بتكلم صاحبتها وبتقول لها ان هنا مفيش اي شواطئ او خروجات للمدينة خالص، المكان كله عبارة عن تلج في كل مكان وخلاص. مامتها بعدها بتقول لها ان النرويج جميلة جدا وهتعجبك، وبعدين يعني دي بلد جدودك. وتاني يوم هنا بنشوف الاب وهو بيتعلم اللغة النرويجية على ابلكيشن على التليفون. هو بيقول لمراته ان دي لغة جميلة جدا وسهلة، وبيقول لها بقى ان هو خلاص قرر ان هو يكمل باقي حياته في النرويج ومش يرجع امريكا تاني. بعدها بيطلع علشان يشيل التلج من قدام العربية، بيلاحظ ان في حد عمله، بيكون طبعا مستغرب جدا، بس لوكاس لا بيكون عارف مين اللي عمل كده. بعد شوية بيسمع صوت، فبيطلع القزم جاي من الباب الخلفي للبيت. القزم بقى بيبقى عايز نفس البسكوت اللي اداهوله امبارح، وبعد كده بيشكره بالإشارة بتاعته. في نفس الوقت ده في حد بيخبط على باب الأوضة بتاعت لوكاس. بتكون مامته اللي هي حاسة إنه سمعته بيتكلم مع حد، فبتبقى عايزة تعرف هو مين، فبيقول لها لوكاس إن هو كان بيتكلم مع قزم كان هنا واختفى أول ما أنت خبطت على الباب.
المهم هما بيحضروا بقى لحفلة رأس السنة وبيوزعوا الدعوات على الناس علشان يحضروها، ولوكاس هنا خلاص بقت عادته إن كل يوم ينزل الحظيرة بقطع البسكوت للقزم. قبل الحفلة بيوم الأب هنا بيكون خلص تعليق الزينة والأنوار في المزرعة، بس بيبقى واضح إن القزم مش مبسوط خالص باللي بيحصل ده، فبيقرر لوكاس هنا يشيل كل الفيش اللي مسببة الأنوار دي ويفصلها. لكن مامته طبعا بتمنعه، فبيقول لها ان قزم الحظيره مش بيحب الاضواء. ابوه هنا بيحس ان خلاص ابنه بقى عبيط، فبيسيبه وبيرقص على اغاني الكريسماس. تاني يوم لما بيخرجوا من البيت بيلاقوا كل الزينه مقطوعه والانوار كمان مفصوله. لما بتيجي الشرطه بتقول لهم اكيد دول اولاد الحي هم اللي عملوا كده يعني، والاب والام بعدها بيدخلوا يعلقوا انوار وزينه في الحظيره. لوكاس هنا بيسمع اصوات، لما بيروح الحظيره بيلاقي ابوه وقع من على السلم. لوكاس هنا بقى بيشوف القزم وهو واقف فبيعرف ان هو السبب. لما بيجي بقى يوم احتفال الكريسماس اللي عاملينه هم للاصدقاء والجيران بيشغلوا اغاني طبعا بصوت عالي، ولوكاس هنا بيحاول يوطيها علشان ما تنزعجش القزم اللي بيكون قاعد هنا في سرداب الحظيره مش مبسوط خالص باللي بيحصل. لا وكمان نورا بترجع عليه من غير ما تقصد يعني بعد ما شربت كام كاس. هنا لوكاس بقى بيقرر يطفي الاغاني ويقول لهم ان هم كده بيزعجوا القزم، وبيحاول بقى ان هو يطردهم من الحفله قبل ما القزم يغضب منهم ويتصرف معاهم بطريقته. في المشهد اللي بعده الاب والام بقى بيعاقبوا نورا بنتهم ان هي شربت نبيت في السن ده، وهنا لوكاس بيكون قاعد مع جارهم وبيشتكي له ان ابوه وامه بيزعجوا وبيضايقوا القزم الموجود في الحظيره. جارهم هنا بيقترح عليه انهم يعملوا في يوم الكريسماس اكله كده اسمها العصيده، ودي الاكله المفضله لاي قزم، يعني زي ما تقول كده تبقى معاهده سلام بين البشر والاقزام. وبالليل القزم طبعا بيطلع يخرب كل حاجه موجوده في الحظيره، هو بيدخل البيت بيكسر شوية أطباق في المطبخ عشان بيكون متضايق شوية، هو بيضرب الأب هنا وبيوقعه على سلم السرداب وبيقفل عليه الباب. مامة لوكاس هنا لما بتسمع صوته وبتنزل علشان تشوف فيه ايه، القزم هنا بيظهر وراها، لكنه قبل ما يضربها بيجي لوكاس هنا يولع النور. لما بيتصلوا بالشرطة بعدها فبتقول لهم ان هو ممكن يكون زود في شرب الكحول شوية، وبينبهوا عليهم ان هم يقفلوا الشبابيك بالليل وخلاص، يعني الموضوع امان في النرويج. وبالليل عزيزي لما يجوا يناموا الأب بيحكي لمراته عن جده اللي كان بيحاول يحرق الحظيرة بالنار، لكن ساعتها النار مسكت فيه هو ووقع من شباك الحظيرة ومات. اليوم اللي بعده لوكاس بقى بيكون بيعمل الأكل المفضل للقزم زي ما جاره قال له، وبعد ما خلصها بيحطها في التلاجة علشان تسقع، يعني شكلها بتتاكل ساعة. بعدها بيقعد مع أبوه اللي بيقول له إن الأقزام دي بيحبوا السمك، وعلى طول لوكاس بيحتفظ بقطعة علشان لما يجي الليل يروح الحظيرة ويديها للقزم بياكلها، بس طعمها بيكون وحش جدا بالنسبة له فبيغضب، هو بيقرر بقى ان هو خلاص هينتقم منه. لما بيطلع من الحظيره بيشوف بابا نويل وهو بيوزع الهدايا، فبيروح له لانه بيكون فاكره حد من اطفال الحي متنكر ولابس سانتا كلوز. القزم بقى بيكون محضر له مفاجاه وفخ ينزل عليه سهم من الجليد. لما الاب بيخرج بيلاقي عربيه بابا نويل، ولما بيقرب من الحظيره بيشوفه متعلق بالانوار، بيندهش جدا وبيبدا يخاف، وبيروح على طول على مراته وولاده وبيقول لهم ان هم لازم يتحركوا ويمشوا من هنا فورا. لما بيركبوا العربيه بيقول لمراته ان هو شاف جثه بابا نويل، والقزم كده اكيد هينتقم مننا احنا كمان. مش بيلحق يخلص كلامه وبيسمعوا على طول صوت خطوات على سقف العربيه، بيكون القزم طبعا ومعاه الشاكوش وبيحاول يكسر عليهم الازاز. حظهم بقى لما بيشغلوا انوار العربيه بتيجي في القزم وبيقع على طول يغمى عليه. بعد شويه القزم لما بيفوق بيلاقيهم واقفين قدامه، وفي نفس الوقت ده بيكون في أصوات جاية من الحظيرة، بيكونوا بقى الأقزام طالعين علشان يساعدوا زميلهم. هم طبعا أول ما يشوفوهم بيطلعوا يجروا على طول على البيت، هم بيكونوا متضايقين فبيهاجموهم ويضربوهم واحد واحد. الواد لوكاس بقى بيكون عارف نقط ضعفه، وباقي الأقزام هنا مش سايبين العيلة في حالها. نورا هنا تولع النار في دقن القزم فيهم، وهو على طول بيجري ينط من الشباك علشان يطفي نفسه. في نفس الوقت ده بتظهر الشرطية بالأضواء بتاعتها علشان تيجي على البيت، والأقزام على طول بيهربوا من البيت. بعد ما بيحكوا للشرطية عن اللي حصل، والأقزام هي مش بتصدقهم ولا بتكون مقتنعة خالص بكلامهم، لكنها بتطلع بقى بتلاقي واحد منهم واخد السكوتر التلجي بتاعها وعمال يلف بيه، وفي الاخر بيجي يخبطها ويموتها، وبيرجع الحظيرة بعدها ومعاه مسدس الشرطية. نرجع للعيلة دي اللي خلاص بقوا مش عارفين يعملوا ايه مع الأقزام دي، وبالليل بتطلع الأقزام تاني من الحظيرة وبيدخلوا البيت يقعدوا يخربوا فيه، خلاص يعني استولوا عليه وبقى بتاعهم. لوكاس وباباه هنا بيقرروا ياخدوا عربية بابا نويل ويروحوا يشوفوا أي مساعدة حواليهم، والأقزام هنا بيحاولوا يوصلوا للأوضة اللي قاعدة فيها نورا مع مامتها، ونورا هنا بتتصرف وبتحدف عليهم قنبلة يدوية عاملاها من زينة الكريسماس جواها كحول، وبيقعدوا يحدفوا منها تاني والأقزام بتطلع تهرب منها. والأقزام هنا اللي بيطاردوا لوكاس وأبوه بيعملوا حادثة وعربية نقل بتخبطهم، لكن في البيت هنا بيبقى فيه قزم بيقدر يوصل لنورا ومامتها من فتحة التدفئة.
الأم طبعا بتحاول تخلي بنتها تهرب، لكن بيقدر يدخل هو باقي الأقزام. ولما نورا بتقدر تطلع من البيت بتلاقي مجموعة تانية جايين يجروا وراها. لوكاس وأبوه هنا بيقدروا يوصلوا لجارهم اللي عنده معلومات عن الأقزام دي، بياخدوه وبيركبوا عربيته وبيرجعوا تاني على البيت والحظيرة. بيلاقوا الأقزام داخل الحظيرة فبيدخلوا وراهم ببطء، بيشوفوهم نازلين في سرداب موجود في الحظيرة عبارة عن نفق. جارهم بيقول لهم إن النفق ده موجود هنا من آلاف السنين، بس ساعتها البشر والأقزام ما كانوش أعداء. آخر النفق ده بيكون بقى في وسط الغابة بعيد عن البشر والأضواء والإزعاج. بيكتشفوا هنا نورا وأمها مربوطين. لما بيروح الأبين علشان يفكهم بيظهر الزعيم بتاع الأقزام وهو غضبان جدا. جارهم بيتكلم معاه وبيقولوا إن هم مسالمين وعايزين يعملوا اتفاقية للسلام زي ما كانت ما بينهم زمان، بس هما بقى مش بيرحبوا بوجودهم في منطقتهم. والقزم اللي لوكاس اتعرف عليه هنا بيحاول ياخدهم ويهربهم، وبيقول للزعيم بعدها ان هم ناس طيبين، بس الزعيم بقى بيرفض وجودهم في الحظيره. ونورا هنا بتعمل طياره من الورق تولع فيها وترميها، والنار بتمسك في البنزين والحظيره كلها بتولع، وهم ساعتها بيقدروا يهربوا من الشباك. في نفس الوقت ده بيجي جارهم اللي بيكون مربوط من شويه اقزام وبيقول لهم ان هو اخيرا وصل لحل معاهم وخلاص يعملوا هدنه واتفاقيه بالسلام. وبيرجع هنا القزم للحظيره بعد ما لوكاس وعدوا ان هم يعيشوا في سلام. وفي نفس الوقت ده عزيزي الشفق القطبي اللي كان ابوهم بيكلمهم عليه بيظهر، وبعدها بيتمنوا لبعض راس سنة سعيدة مع الأقزام. ولحد هنا عزيزي بيكون خلص الفيلم. ما تنساش تقولي في الكومنتات عايز فيلم المرة الجاية. سلام.